مرحبا بكم في قناة هل تعلم الرياضية؟ من هو أكثر مدرب صرف أموال في جلب اللاعبين في التاريخ؟ كرة القدم الحديثة تغيرت كثيرا ولم تعد كالسابق. في السنوات الأخيرة بدأنا نرى أرقاما خرافية في سوق الانتقالات. مدربون يجلبون لاعبين بالملايين. كرة القدم شهدت ثورة في أسعار انتقالات اللاعبين. أصبحنا نرى في كل موسم كل نادي يصرف أرقاما قياسية حسب طلبات كل مدرب. منهم من جلب الألقاب ومنهم من فشل رغم صرف أرقام مبالغ فيها. وفي هذا الفيديو سنعرض لكم ترتيب أكثر المدربين صرفا للأموال في تاريخ كرة القدم. طبعا الإحصائيات التي سنعرضها لكم هي موثوقة مصدرها موقع ترانسفير ماركت العالمي. جاء الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي في صدارة المدربين الأكثر صرفا في تاريخ كرة القدم، حيث صرف غوارديولا أكثر من 1.5 مليار يورو في جميع الأندية التي دربها، وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني جوزيه مورينيو الذي صرف ما يقارب 1 مليار يورو في تاريخه. وليكن الجدول بالكامل من الأعلى صرفا إلى الأقل صرفا. شكرا على المشاهدة ويتمنى أن تستنسوا الاشتراك في القناة.